ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إخواننا وأخواتنا هنا في المملكة من لا يصلون على الإطلاق، لا يصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء فضلا عن الفجر. طيب هذا ماذا نقول له؟ ننصحه وقلوبنا محبة له، نرجو له الخير. إي والله، لأنه يغامر في شيء خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول سبب ذكروه: لم نكن من المصلين. فأنا أقول لهذا الذي لا يصلي إلى الآن: أولا، من الذي أمرك بالصلاة؟ العلماء؟ المشايخ؟ الدعاة؟ لا والله، الذي أمرك بالصلاة هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق السماوات والأرض، هو الذي خلقك قبل 60 سنة 70 سنة لم تكن موجودا على وجه هذه البسيطة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أنعم عليك بكل شيء. إي والله بكل شيء. ما تستطيع أن تقول إن بعض النعم من الله وبعض النعم ليست من الله سبحانه وتعالى. والله الذي يجري دورتك الدموية هو الله الذي أمرك بالصلاة، الذي هيأ لك عمل الكلى والكبد والجهاز التنفسي والجهاز العصبي هو الله سبحانه وتعالى المنعم عليك الذي أمرك بالصلاة. وربك عز وجل يريد منك أن تشكره، حتى إذا شكرته زادك من فضله ومن نعيمه. ثم المسألة الثانية: كم هذه الصلاة التي أنت تهمل فيها؟ 5 دقائق في 5 صلوات بأجر 50 صلاة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قرر من الآن، ولا تقل قد عرف عني أني من 60 سنة لا أصلي أو أتأثر بمقطع وأتأثر بكلمة. نعم، ما دام أنه خير تأثر. هذه من أعظم الفضائل. إذا عرفت الخير تأثر واعمل به، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. ولا تحرمنا، أختم بهذه الكلمة، لا تحرمنا من أن ندعو لك، من أن نتصدق عليك بعد وفاتك، لأن كثيرا من العلماء مستدلين بهذه النصوص على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر، لا يجوز الدعاء له ولا يجوز الصدقة عنه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فأرجوك يا أخي ارجع إلى الصلاة، ارجع إلى ربك بعد أن قصرت تقصيرا عظيما. وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد والسعادة والصحة والعافية في الدنيا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله